بيبدأ المسلسل بزويا وسام وبيكونوا بيحضروا كل متعلقاتهم بسرعة لأنهم عايزين يمشوا من مدينة ميدويتش بأسرع وقت. وبيبص من الشباك وبيكون في عربية فيها جنود من الجيش معدية من قدام البيت، وبعد كده بيقول لمراته إنهم لازم يمشوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. وفعلا بيحطوا الشنط في العربية ولسه هيجوا يمشوا بيلاقوا فجأة بنت صغيرة واسمها هانا، وبيكون سام وزويا خايفين منها وبيقولوا لها ما تعمل لهمش أي حاجة. وبتطلع هانا بنتهم وبتسألهم بطريقة غريبة هي عملت لهم إيه عشان يقرروا إنهم يسيبوها لوحدها. وبنرجع لفترة من الزمن قبل 5 سنين وبنشوف سام وزويا في العربية بتاعتهم، وبيحكي لزويا عن المدينة والطقوس اللي كانت بتتعمل زمان واللي بتكون المدينة اللي هيعيشوا فيها اسمها ميدويتش. وبعدها بتتصل بيها صاحبتها ماري وبتقول لها ان البيت اللي عايزين يعيشوا فيه جاهز لهم. وبنروح لسوزان وبتكون دكتورة نفسية وبتتابع حالة طفلة صغيرة واسم الطفلة شارلوت، وبتكون دايما بتقول ان في حوادث هتحصل في المدينة. تطلب منها سوزان انها تروح بيت جدتها مع امها وما تخافش من حاجة لان مفيش حاجة هتحصل. وفعلا بتروح شارلوت مع امها وبتركب العربيه وبتودعها سوزان. وبعدها بتدخل سوزان البيت وبتنده على كاسي وبتقول لها ان هي هتسافر الليله لندن، بس كاسي بتكون مش حابه تتكلم مع امها وبتعلي صوت التلفزيون. وبنروح لسام وزويا وبيكون وصلوا عند ماري وبتديهم المفتاح بتاعه البيت الجديد، وبتقول لهم ماري ان قبل ما يدخلوا البيت يدخلوا بظهرهم عشان يجلبوا الحظ السعيد للمدينه. وفعلا بتوصل زويا وسام البيت وبيدخلوا بظهرهم البيت، وبنعرف ان زويا مش بتخلف. وفجاه طيور بتخاف وبتحاول تهرب من المدينه، حتى الحيوانات بتبدا انها تهرب من المدينة. وبتحصل حاجة غريبة في الكهرباء زي ان الكهرباء بتشتغل وبتفصل بشكل متكرر، وبيسمعوا اصوات غريبة بتحصل في الكهرباء. وبعدها بتنقطع الكهرباء عن المدينة كلها. وفي مركز الشرطة الضابط بول بيحاول يعرف ايه سبب انقطاع التيار الكهربي عن المدينة. والساعة 8 بالليل كاسي بتشوف ان التلفزيون بيحاول يشتغل لوحده وبتخاف وبتخرج من البيت. واشارات المرور بتشتغل كل اشارات الالوان اللي فيها، وكاسي بتكون حاسة ان في حاجة غريبة بتحصل. ومرة واحدة بترجع الكهرباء في المدينة، وبتتصل مرات الضابط بجوزها وبتقول له ان الكهرباء جت بس الانوار مش عارفه تطفيها، حتى الاجهزه الكهربائيه شغاله لوحدها. والمعلمه بتشوف طفل واقف ومش بيتحرك وبيبص لها بطريقه غريبه، وفجاه بينزل ضوء من السماء بيكون قوي جدا. وبتبدا كاسي والناس كلها تنام لوحدها، وبيقع كل واحد على الارض حتى الحيوانات بتنام، وما بيكونش في اي حد صاحي، كله فقد الوعي ونايم، اللي نايم في الشارع واللي نايم وهو سايق العربيه، وبيكون الكل نايم على الوضع اللي هو عليه. وبنروح لسوزان واللي بتكون في لندن وبتقابل حبيبها مايكل، وبنعرف ان اللي حصل ده حصل لسكان مدينة ميدويتش. وبتكون اتأخرت على بنتها كاسي وبتستأذن من حبيبها انها تمشي عشان تروح المدينة وتطمن على بنتها. وهي مروحة بتتصل ببنتها بس مش بترد عليها، وبتشوف اعلان في محطة المترو ان كل الرحلات اللي رايحة لمدينة ميدويتش اتلغت، وده بسبب انقطاع الكهرباء في المدينة كلها. وبتقرر سوزان انها تركب تاكسي عشان تروح تطمن على بنتها. توصل سوزان المدينة وبتلاقي الطريق مقفول، ولما بتنزل من العربية بتلاقي الشرطة بتمنعها انها تدخل المدينة، وبتحاول تعرف السبب منهم لكن هم مش عايزين يدخلوها. لكن برضو مش بترد عليها الشرطة لانها مش عارفة السبب. بتقرر سوزان انها تدخل المدينة من طريق مختلف غير اللي الشرطة فيه، ولما بتوصل البيت بتلاقي في مجموعة اطباء وبتحاول تعرف سبب الناس اللي فاقدة الوعي. ولما بيقرب واحد من الاطباء ناحية اي حد من اللي نايمين بيفقد الوعي وبيقع على الارض، وسوزان هي كمان بتفقد الوعي وبتقع على الارض وبتنام. وبنروح للقسم وبنشوف المحقق بول وبيقول لوحدة مختصة ان الشرطة طوقت كل المدينة ومنعت اي حد يدخل المدينة. وبتسأله كام عدد السكان اللي في المدينة، بيقول لها ان عدد السكان 11,000 شخص، وبيعرفها ان اي حد بيدخل المدينة بيفقد الوعي في الحال، وانهم ما يعرفوش اذا كانوا عايشين ولا ميتين. وبعت طيارة درون عشان يصور اللي حاصل بس ما بيعرفوش يشوفوا حاجة، وده لان في غلاف بيحجب الاشعة تحت الحمراء. وبنروح للمدينة ولما بيبعدوا سوزان عن الناس اللي فاقدة الوعي بيلاقوها رجعت لوعيها. وتاني يوم الصبح بيقابل الضابط بول قائد سلاح الجوية، وبيكونوا هيخلوا الطيارات تحلق فوق المدينة عشان يعرفوا عدد الناس اللي فقدت الوعي وان في حد متضرر من اللي حصل ولا لا. ولما بتبدأ الطيارة الهليكوبتر انها تحلق فوق المدينة عشان تستكشف اللي بيحصل، لما بتحلق فوق الناس اللي فاقدة الوعي بيفقد كل الطاقم الطيارة الوعي، وبتسقط الطيارة على الارض وبيموت كل اللي فيها. وبتأمر الحكومة باخلاء الناس القريبة من المدينة فورا. وسوزان بتحاول تروح عشان تطمن على بنتها لكن الجنود بيمنعوها، وهم بيمنعوها فجأة موبايل بيرن على سوزان، وبتكون بنت سوزان اللي بترن. وبعدها الكل بيفوق وبتبدأ الموبايلات بتاعت اهل المدينة كلها ترن، وكل واحد بيفوق على وضعه، اللي واقع من على سلم واللي كان ماشي في الشارع. وبتسأل كامينجز المحقق بول هو اتصل بمراته، لكن المحقق بيقول لها ان مراته مش بترد عليه، فبتطلب العنوان بتاعه عشان تروح تطمن عليها، لانه هو طبعا مش هيروح يقدر يطمن عليها بسبب شغله. وفعلا بتروح كامينجز بيت المحقق بول، وتوصل البيت وبتخبط على الباب ومحدش بيرد عليها، وبتلاقي مرات المحقق فاقده الوعي وسابت البوتاجاز شغال وحصل تسريب للغاز، فبتقدر تنقذ اخت مرات المحقق، بس مرات المحقق بتكون ماتت بسبب تسريب الغاز. وبتحاول تعمل لها اسعافات اوليه بس بيكون فات
الأوان. وبيوصل المحقق وبيكون حزين جدا. وبعد كده لما بتفوق الناس من الصدمة بتبدأ كل ستات المدينة حتى البنات اللي لسه عذارة بيحسوا بحاجة غريبة في بطنهم، زي ان بطنهم بدأت تكبر. وبتروح زويا وسام عشان يعملوا فحوصات حمل. وفجأة لما بيدخلوا المستشفى بيلاقوا ستات كتيرة جاية تعمل فحوصات. وبيتكلم الدكتور كولين مع كل الستات وبيقول لهم ان كل واحدة في سن الانجاب في المكان اللي حصل فيه الظاهرة الغامضة هي حامل في طفل حتى لو لسه عذراء. وبيطلب المحقق بول من الستات انهم يعملوا اختبارات مبدئية عشان يتأكدوا ان وقت حدوث الحمل في نفس الوقت اللي فقدوا فيه الوعي. وبيكون الكل مصدوم من اللي بيسمعوا. وبيطلب منهم انهم يحافظوا على سرية الوضع وانهم يوقعوا على قانون الحفاظ على السرية. وبتبدأ زويا وسام يعترضوا على اللي بيحصل. ولما بيشوفوا ان في كاميرا في المكان بتصورهم بيبدأ اللي في المكان يعترضوا على اللي بيحصل وبيمنعوا ان اي حد يمشي. وبتقوم سوزان وبتتكلم وبتقول انها بتثق في المحقق بول وان بنتها عذراء ومفيش اي راجل قرب منها، لكن اكتشفت انها حامل. وبتتكلم ماري وبتقول ان هي عايشة لوحدها في البيت وان جوزها متوفي من سنين وان هي ما عملتش علاقة مع اي راجل من ساعة ما جوزها مات، وبرضه لقت نفسها حامل. وبتقول سوزان ان هي كمان حامل. وبعدها بتدخل بنات في سن المراهقة وبيكون حصل لهم علامات حمل، وفعلا الكل بيقرر ان يوقع على الاتفاقية وبيوافقوا انهم يخضعوا للمختبر. تسأل زويا الدكتورة ليه بتاخد منها عينة دم، فبتقول لها الدكتورة لانهم هيعملوا اختبار حمض نووي للاب والجنين. وبتقابل سوزان مسؤول من وزارة الداخلية اسمه بيرنر وبيتكلموا معاها بخصوص الستات اللي حملت، وبيكونوا خايفين من رد فعل الستات الحوامل لان في منهم هيختار الاجهاض والباقي هيختار الاحتفاظ بالطفل ويعيش حياة طبيعية. وبيطلبوا منها انها تساعدهم على رفع معنوياتهم وتتابع حالتهم النفسية. وبيقرر بول ان يخلي اخت مراته تعيش معاه في البيت مكان اختها. وتاني يوم بتتصل المستشفى بزويا وبتقول لها نتيجة التحاليل. وبيدخل سام وبيسألها عن النتيجة، فبتقول له زويا ان الجنين مش منه وان هو من شخص تاني وما يعرفوش هو مين، لكن سام بيقرر انه يحتفظوا بالطفل ده لان هو عنده عقم. وبتروح كاسي عشان تجهض الجنين وبتقابل بنت وواحدة ست بيكونوا جايين عشان يجهضوا الجنين برضه. وبتسلم الممرضة كل واحدة فيهم اتفاقية عشان يعملوا لهم عملية الإجهاض، لكن فجأة هم بيمضوا على الاتفاقية الكهرباء بتطفي وبتنور وبترمي كل واحدة فيهم القلم والاتفاقية اللي معاهم وبيسيبوا المكان وبيمشوا زي ما يكونوا روبوتات وحاجات بتحركهم. والسيدة كامينجز بتقول للمحقق بول إن نفس الموقف بيتكرر وبيعدي بعدها 5 شهور على حمل كل سكان المدينة. وبنشوف بعدها زويا في الشهر الخامس من الحمل وبتقرر إنها ترجع لندن وتسيب المدينة. ولما بيوصل القطر بتحاول تركب القطر لكن مش بتقدر وبتحس بحاجة منعاها إن هي تسيب المدينة. وبيكون القطر مشي. وبتروح زويا لدكتور سوزان وبتحكي لها اللي حصل وبتقول لها إنها كانت مسافرة لندن ولما وصل القطر لقيت إن في حاجة وقفتها في مكانها ومنعتها إن هي تركب. بتقول لها سوزان إن ده طبيعي في شهور الحمل وإن التغييرات الجسدية ممكن تخليها تعمل كده، لكن زويا بتقول لها إن اللي بيحصل لها مش طبيعي لأنها كانت حاسة إن في حد ماسكها ومسيطر على جسمها. وبعد شهرين بتبدأ كل الستات تحس بإنها رايحة تولد وكلهم بيكونوا في نفس الوقت رايحين يولدوا. طبعا المستشفيات بتتملي بالستات اللي رايحة تولد وبيكون عددهم كبير. وبعد 5 سنين بتكبر الأطفال وبتكون هنا واقفة بتتفرج من الشباك وبتشاور لولد وهو كمان بيشاور لها. وعشان عدد الأطفال اللي هتدخل السنة دي المدرسة كبير لأنهم في نفس أعمار بعض، فبتقرر الحكومة إن تبني لهم مدرسة خاصة بيهم وبتكون المدرسة فيها كاميرات مراقبة، وده عشان المحققين يتابعوا تصرفات الأطفال. وبعدها بتروح الأطفال عند غرفة في المدرسة وبيكون فيها صور أطفال تم حرقها بالقنابل أثناء الحرب العالمية. وبتكون الأطفال دي هم الوحيدين اللي كانوا في نفس المدينة اللي عايشين فيها، وشخص كان على علاقة بواحدة ست والست دي اسمها ماريتا. وبتروح له وبيسألها ايه اللي خلاها تيجي، فبتقول له ان بنتها سان هي اللي طلبت تيجي. ولحد الفترة دي بتكون الأطفال طبيعية وأهليهم متقبلينهم وبيكونوا فاكرين انهم أطفال أذكياء. وفي اليوم الأول للمدرسة الكهرباء بتبدأ تروح وتيجي، وفجأة الأطفال كلهم بيتجمعوا عند شباك الفصل وبيسيبوا أولياء أمورهم وبينزلوا الحوش بتاع المدرسة. وأولياء أمورهم بتستغرب من أول تصرف للأطفال، وبيكون الكلب منزعج وبيفك الحبل وبيروح الكلب عشان يهجم عليهم، بس ولد من الأطفال بيبص للكلب وما بيقدرش يقرب ناحيتهم. وسوزان بتكون جايبة الطفلة ساني وبتسأل أمها هي كانت في المدينة اللي اتقطع فيها الكهرباء لأنها مستغربة من تصرفات ساني وإنهم ساكنين بعيد عن المدينة. وبتكون مرات ستيوارد بتشك إنها على علاقة بزوجها، وبتكلم أم ساني إنها كانت على علاقة بستيوارد كانت بتروح عنده البيت كل ما بتكون مراته مش موجودة. والظابط بول بيكون بيبحث عن معلومات عنها وتطلع إنها مستشارة في الانتخابات ومسؤولة كبيرة. وبيجي المحقق بول عشان يطلب منها تقعد في المدينة، وده لأنها من اللي حصل لهم الحدث الغامض. تعترض أم ساني إنها تقعد في المدينة، ولما بتنده على ساني عشان تمشي بتقول لها ساني إن هي عايزة تقعد في المدينة. وسوزان والمحقق بتستغرب لما ساني بتقول لها إن هي عايزة تقعد مع أصحابها الأطفال وتقول كل أسماء الأطفال اللي في المدينة، وده صعب جدا أي حد يحفظ الأسماء بالسرعة دي. وبعدها بيحطوا الأطفال على جهاز بيختبر دقة تفكيرهم عشان يعرفوا الأطفال دي بتفكر في إيه، وبيخلوا الطفلة إيفي تختار صورة لوحدها من غير ما يشوف الصورة
صورة باقي الأطفال، وبعد كده بتخلي باقي الأطفال هم كمان يختاروا صورة، والكل بيختار نفس صورة إيفي من غير حتى ما يشوفوها. وده بيخلي سوزان والمحقق يستغربوا من تواصل الأطفال مع بعض. وزويا بتحس بحاجة غريبة وبتشوف أم ساني بتتكلم معاها سوزان والمحقق، وبتدخل من غير ما حد يعرف عندها، تسألها إيه اللي بيحصل معاها. فبتقول لها أم ساني هي مش عارفة حاجة، وإن الحكومة طالبة منها ما تمشيش من المدينة، وإن من فترة جالها مسؤول ودخل البيت عندها وقعد مدة طويلة مع ساني يتكلموا لدرجة إنهم كأنهم يعرفوا بعض من زمان. وبتخرج بعدها زويا وبتسمع سوزان وهي بتتكلم مع الضابط بول، بتقول له إن الأطفال تفكيرهم مرتبط ببعض، وبيكون كل طفل بيفكر بنفس طريقة تفكير باقي الأطفال كأنهم شخص واحد في تفكير. وهنا وهي مروحة مع زويا أمها بتوقفها في الشارع، وبيكون السبب إنها بتشوف الكلب اللي حاول يهجم عليهم في المدرسة بيكون ميت وغرقان، وبتكون هنا مستمتعة لما بتشوف الكلب ميت. وزويا بتقول لسام إنها سمعت في المركز بيقولوا إن الأطفال كلهم عقل واحد وبيفكروا بطريقة واحدة كأنهم شخص واحد، وإنها اتورطت في الطفلة دي، كان المفروض لما كانت حامل فيها كانت أجهضتها. وهنا بتكون سامعاهم وبتقول لأبوها إن أمها مش بتحبها، وبتقول له بطريقة غريبة إن هو الوحيد اللي بيحبها. وبنروح لأم ساني وسوزان، وبتوافق أم ساني إنها تقعد في المدينة. وبنروح لزويا وبتيجي هانا وبتقول لأمها إنهم مش هم اللي قتلوا الكلب. وهنا بتعاقب أمها وبتجبرها إنها تحط إيدها في المية السخنة وتحرق إيدها، وبتقول لها مرة تانية إنهم ما أذوش الكلب. وتيجي مرات ستيوارد وبتقابل أم ساني عشان شك إنها على علاقة بجوزها، وبتقعد معاها عشان يكلموا. وسوزان بتقعد مع ساني وبتسألها إزاي تعرف كل أطفال المدينة، وبتقول لها ساني إنها كانت على تواصل معاهم. وفجأة أم ساني بتتخانق مع مرات ستيوارد وبتقوم تدور على ساني، وبتيجي ساني تحضن مامة ستيوارد وبتقول لها إنها أمها وإن جوزها أبوها. وبعد كده بتروح زويا عند سوزان وبتحكي لهم إنها أنا بنتها خلتها تحط إيدها في المية السخنة وما كانتش قادرة تمنع نفسها، لكن سوزان مش بتصدقها. وأم ساني بتقرر تاخد سافي وتهرب من المدينة، ومش بتوافق سافي بس بتروح معاها. وباقي الأطفال بتصحى من النوم، وبروح لأم سافي وهي بتسيب رسالة لزويا إنها قررت تمشي من المدينة. وبتبدأ تحصل حاجات غريبة في المدينة، وبتروح الكهرباء وبتيجي، وهانا بتقف تبص من الشباك، وابن بول بيقف بره البيت متسمر. وسوزان بتلاقي بنتها وبنت كاسي قاعدين قدام الشباك. وسافي بتسيب أمها وبتقف في الجراج، وبعد كده كل إنذارات العربيات بتشتغل لوحدها. وسوزان بتلاقي ساني عند مرات ستيوارد وبيتصل بيها بول وبيقول لها تيجي بسرعة عند جراج الفندق، وبيلاقي أم ساني مفقودة. بعد كده زويا بتلاقي رسالة أم سافي وبتطلب منها المساعدة، لكن بترن عليها مش بتلاقي رد. وبتلاقي هانا بتشاور لها إنها تسكت على اللي حصل. وتاني يوم الصبح بيكون المحقق بول في القسم وبيشوف الكاميرات، وبيلاقي أم سافي كانت آخر مرة في الجراج بس الكاميرات فصلت، وفتشوا الفندق كله وما لقوهاش. وبعد كده بتتجمع كل الأمهات عند سوزان عشان عرفوا إيه اللي بيحصل، بس سوزان بتقول لهم إنهم لسه ما يعرفوش لحد دلوقتي طريقة تفكير الأطفال. وبالليل بتروح البيت سوزان بتطمن على بنتها، وبتلاقي بنتها بتطلع دخان من بقها، ولما بتحط إيدها بتشوف إنها في مكان كله تلج وبتتخض. وتاني يوم الصبح بيراجع المحقق بول الكاميرات من جديد، وبيلاقي إن كان في عربية مجمدات كانت موجودة في الجراج. وبعدها بيروح الفندق يسأل موظفة الاستقبال عن العربية اللي شافها، فبتديله بيانات العربية، وبيروح لمكان العربية وبيفتح باب العربية فعلا، وبيلاقي أم ساني متجمدة في العربية وميتة. وبراندن بيقول لبول إن يخلي موت سافي سر وما يقولش لحد في المدينة إنها ماتت. وبيكون في طفلين بيلعبوا بالمرجيحة، وبيجي واحد بابنه وبيكون ابنه مش من ضمن الأطفال اللي اتولدوا في المدينة، وبينزل واحد من الأطفال عشان يلاعب ابنه بالغصب، وطفلين بينتقموا منه وبيخلي واحد يخبطه وبيتعور ابنه هو كمان. وبتروح سوزان عند زويا بس زويا مش بترضى تتكلم معاها. وفجأة بيجي أبو الولد اللي وقع من المرجيحة وبيكون مصاب إصابة شديدة، وبتعرف سوزان إن كلام زويا صح وإن اللي عمل كده هم الأطفال. وبالليل زويا بتاخد هانا غصب عنها عشان تنيمها في أوضتها، لكن هانا بتعاقب زويا وبتخليها تخبط راسها في الحيط. وسام بياخد هانا عشان يوديها للمدرسة، وبيسأل أبو الطفل عنه، فبيقول له إنه بيعاقب الطفل عشان اللي عمله مع أخوه. فهانا بتعاقبه وبتعمل له خدش كبير في العربية. وزويا بتقرر تروح لندن لوحدها، وفعلا المرة دي بتقدر تركب القطر. وسوزان بتروح المدرسة بتطلب من سام إن هي تقابل أي طفل من الأطفال، وبتقابل ابن بول وبتحاول تخليه يتكلم وإن هو السبب في أذية ابن ديفيد، لكن هو بيقول لها إن مش هيقدر يتكلم وإنها تمشي. وفجأة الولد بيتحول صوته وبيزعق، وبتصحى باقي الأطفال وبتقف عند الشباك اللي في سوزان. وبنروح لزويا وبتكون وصلت لندن وبتقابل صحفي تقعد تتكلم معاه. بعد كده بنشوف سوزان بيتكلم معاها المحقق بول ورئيسته، وبيسألوها هي ليه كانت قاعدة مع ابنه. بتقول له سوزان إن في مشكلة في الأطفال، وإن المشكلة هي إن الأطفال بتحلم حلم، وبيكون الحلم ده هو أوضة مجمدة وفيها أم صافي. ورئيسة بول بتقول لها إنهم بيحققوا في اختفاء أم صافي، وإن هي ملهاش دعوة بالأطفال من دلوقتي، وتروح وترجع بيتها تقعد فيه وهم هيهتموا بالأطفال. وبنرجع لزويا وبتتكلم مع جيم الصحفي وبتحكي له كل اللي بيحصل في المدينة واللي بتعمله الأطفال، وإن الحكومة عاملة حظر ليهم، وإن مفيش حد هيخرج من المدينة. وبنروح لسام وبينزل يتخانق مع ديفيد، بس ديفيد بيجي وبيضرب سام، وهانا
بتوقف حركة ديفيد وبتخلي سام يضربه جامد جدا، وبتكون هانا مستمتعة باللي بيحصل. وسوزان بتطلب من بنتها كاسي تسيب بنتها ايفي معاها وتروح تطلع شوية تشم هوا، وان هي ما تقلقش على بنتها، وفعلا بتسمع كلام امها وبتخرج وبتسيب ايفي معاها. وبتيجي ايفي تتكلم مع جدتها سوزان وبتطلب منها تلعب معاها استغماية، وبتروح عشان تلعب معاها. وبنروح لبول وابنه ايسن وبيقول له ان ايفي في خطر وجدتها سوزان هتقتلها. وبيروح بول بسرعة عشان يطمن على ايفي، وبيوصل لبيت سوزان وبيسأل كاسي عن امها وبنتها ايفي، فبتقول له بتلعب مع بنتها في الغابة. وسوزان بتلاقي ايفي، بس ايفي بتعمل نفسها خايفة من سوزان وبتجري عند قضبان القطر، وبيحاول بول ينقذ ايفي من القطر. وبتقول ايفي ان جدتها كانت عايزة تقتلها، وده بيخلي كاسي تتعصب على امها وما تثقش فيها مرة تانية. وبتقرر كاسي انها تبعد عن امها، وبول بيطلب منها تيجي معاه المكتب عشان يحقق معاها لانه فاكر انها حاولت تقتل البنت. وبنروح عند سام وبتكون زويا رجعت البيت وبتساله ايه اللي حصل. بيقول لها انه ضرب ديفيد جاره، وبيقول لها انه ما كانش عايز يضربه، بس هانا هي اللي خلته يضربه وسيطرت عليه. وفعلا بيصدق سام كلام زويا واللي كان بيحصل لها بسبب هانا. وبنروح لسوزان وبتقرر الشرطه تبعد كاسي وايفي عن سوزان، وبياخدوها عشان تعيش في فندق في المدينه بعيد عنها. وبالليل بتكتب زويا كل اللي بيحصل في مقال عشان تنشره، وبتقول فيه انهم دلوقتي عايشين منعزلين عن العالم في المدينه، وان كل تحركاتهم متراقبه من الحكومه، وكانهم عايشين في احتلال، وحتى الاطفال بقت مخيفه وعايشين في رعب، وانها هي ما بقتش متحمله كل اللي بيحصل، وانها كمان مش هتسكت مره تانية. وتفضل زويا سهرانه لتاني يوم الصبح. بيسالها سام خلصت كتابه عشان ينشروا اللي بيحصل في المدينه، وبتخبي اللي كتبته فوق الدولاب وتاخد نسخه وبتخرج، وبتدي النسخه من اللي كتبته للمحققه، وبتاخد المحققه اللي كتبته وبتوريه لمستر برنارد، وبتقول له ان ده من زويا وده معناه رساله تهديد بكشف السر. وبيتضايق مستر برنارد، ونيسن بيكون متضايق من الحلق اللي في مناخير امه، وبيطلب منها تشيل الحلق، وده لانه بيضايقه هو وابوه، بس هي مش بترضى تشيله. ايسن بيخلي امه تشيل الحلق غصب عنها وبتعور مناخيرها. وزويا بتروح عند المحققه ومستر برنارد وبتطلب منهم انها هي وسام جوزها يسيبوهم يمشوا من المدينه، وهم يعتنوا بهنا بنتهم والا هتفضحهم. ومستر برنارد بيقول لها انها وقعت على قانون الاسرار الرسمي، وبيسالها اذا رضيوا هيساعدوها تمشي. وزويا بتوعدهم انها هتدمر النسخه اللي عندها، وهي عايزه تخرج من المدينه بامان. وبنروح للمحقق بول بعد ما اتاكد من قدرات الاطفال على اذيه الاخرين، وبيروح عند سوزان اللي كان مش مصدقها لما قالت له ان الاطفال عندها قدرات في التحكم على رد فعل الاخرين، وبيقول لها ان ام ساني ماتت متجمده من اسبوعين. وبنروح لزويا وبتكون ماشيه في الشارع وبتحس انها حامل، وبنروح لسوزان وبتسمعه تسجيل ابنه وانها كانت بتحاول تفهم منه سبب الاحلام، وبيطلب بول ان ياخد نسخه من التسجيل. وبيروح المحقق يفرغ الصوت بتاع ابنه وبيسمع كلمه نوردسيك. وبنروح لزويا وبتتكلم مع سام وبتقول له انها حامل وخايفه ان هانا تعرف بحملها وممكن تقتلها هي والجنين. وسام بياخد هانا عشان يخليها تلعب مع باقي الاطفال، وسوزان بتروح عشان تكلم بنتها كيسي وتطمن عليها. وبنروح لسام وهو قاعد الاطفال بتبص عليه، وده معناه ان في حاجه هتحصل له. تفضل الاطفال تراقبه ورا الاشجار، وبيكونوا عارفين انه متفق مع زويا انهم يهربوا من المدينه ويسيبوا هانا. وبيوصل سام عند مراته زويا اللي بيلم كل متعلقاتهم عشان يهربوا. وبنرجع للمحقق وبيلاقي كلمه نوردسيك، وبيطلع ملف في الاسم محفوظ بالاسم ده، وبيكون مكتوب في الملف في شهر مايو سنه 1973، وبيكون ان كان في اطفال في المدينه دي عاشت وماتوا كلهم، وهنعرف الحكايه دي من ايفي. وبنروح لسام وبيلاقي طفل عند البيت، وبيجبره يدخل ويشرب المبيد الحشري عشان يموت. وهنا بتتحكم في زويا وبتخليها تاكل من التوت السام. وبيجي المحقق بول عشان ينقذ زويا، وبيجي ايثان ابنه بيمنعه انه ينقذه. وبنروح لايفي وبتحكي لسوزان ان كان في اطفال في المدينه زيهم حبسوهم في فصل في المدرسه، وجت طياره قصفت المدرسه اللي هم فيها، وما تبقاش غير طفل واحد هو اللي عايش. لكن سوزان بتطلب من ايفي انهم يوقفوا قتل زويا، وانهم بيحبوهم، وانهم كمان هيعيشوا في سلام مع بعض. وفعلا كل الاطفال بتسمع كلام سوزان ومش بيقتلوا زويا، وفعلا الاطفال بتعيش في سلام مع اهلهم لفتره. وبتمر السنين وبيكون عمرهم 10 سنين، وبيطلب مستر برنارد من سوزان تجيب حفيدتها وابن بول لمده يوم عشان يختبر قدراتهم في الجيش. وبيروح بول وسوزان باطفالهم لمستر برنارد، وبياخد منهم الاطفال، وبيطلب منهم يفضلوا بره لحد لما يرجع لهم الاطفال. وبنروح لسام وبيكون في المدرسه بيدرس للاطفال وبيسيبهم يلعبوا شطرنج، وبيروح يعمل شاي، وفجاه بيلاقي الغلايه بتعمل ماس كهرباء، والكهرباء بترجع تلعب تاني. وبينام كل سكان في المدينه من جديد. وبيروح اخو ديفيد بينزل القبو عند المدرسه، بيلاقي كل الاطفال في القبو، وبيشوفوا اخوه لما الجنود بيخليهم برنارد يتحكموا في الجنود وتقتل بعضها. وبتفوق سوزان وبول وبيلاقوا جثث بتخبيها الجنود، اما اخو ديفيد بيخلوه زيهم وعينه بتتحول. ترجع الاطفال مره تانية تاذي تانيين، وسوزان بتتكلم مع اخو ديفيد بتلاقيه فقد الذاكره. وبتقعد سوزان تتكلم مع بول وبتقول له انها شاكه ان في حاجه حصلت في معسكر الجيش، وبول بيقول لها انها تعمل نفسها ما تعرفش حاجه عن الموضوع، وان هي تتظاهر انها
لانها مصدقه الاطفال. وبيرجع سام عند القبو اللي كان فيه الاطفال وبيلاقي اللعبه بتاعت اخو ديفيد اللي فقد ذاكرته، وبيعرف ان اللي كان السبب هم الاطفال. وام ديفيد بتروح الحمام في المستشفى العسكري وبتلاقي ديفيد بيتكلم مع مستر برنارد وبيقول له انه يتخلص من اخوه عشان ما يكشفش سرهم. وبنعرف ان مستر برنارد هو الطفل اللي نجي من الاطفال اللي ماتوا اثناء قصفهم. وام ديفيد بتاخد اخوه وبتهرب من المستشفى بالعربيه. تبدا الاطفال يتخلصوا منها هي وابنها، وبتلاقي هانا وايفي قدامها قاطعين طريقها. تبدا عينهم تتحول وبيخلوا العربيه تمشي بسرعه وتعمل حادث، وبتموت ام ديفيد وبيعيش جو. وبعدها بتجمع الاهالي الاطفال، والاطفال بتكلم مستر برنارد ان الحكومه هتاخد الاطفال لمؤسسه عسكريه، وبيكون الاهالي في منهم معترضين ومنهم موافق وعايز يخلص من الاطفال. وسام بيدي اللعبه للمحقق بول وبيقول له على القبو السري اللي كانوا فيه الاطفال، والمحقق بياخد سوزن وبيروح القبو وبيلاقي طفلين فيه، والاطفال بياخدوا منه المفتاح بتاع القبو. وبعدها بيديه لايسن ابنه وبيقول له ان ما يقولش لحد حاجه عشان يكون في امان. ولما بياخد ايسن وبيروح بيلاقيه معور ايده، فبيقول له ايسن انه مش عايزهم يتصنطوا عليه، وبيكون ايسن الوحيد اللي بيساعد ابوه بول من الاطفال. وسوزن بتفضل مستخبيه في قبو المدرسه ومستنيه بول، بس بول بيكون مضطر يمشي عشان الاطفال شافته. وبتعرف سوزن ان في صله بين مستر برنارد والاطفال لانه هو كمان في مخبأهم السري. وتاني يوم المحققه كامينجز بتتاسف لسوزن وبول وبتديهم ملف سري، وبتشوف صوره مستر برنارد مع الاطفال وهو كان صغير، وبيكون هو الطفل اللي فضل عايش، وان لما الكهرباء اتقطعت هو اللي خلى ستات المدينه كلها حوامل، وان الاطفال دي كلها هي اطفاله وهو ابوهم. وبنروح لزويا وسام وبتقفل عليهم الباب وبتكون بتهددهم باختها الصغيره إيلي انهم لو ما قالوا لهاش كان سام بيعمل ايه مع المحقق هتغرقها في الميه. وفعلا سام بيقول لها انه كان مع سوزن، وبيرجع المحقق وسوزن، وبتقول كامينجز انها نامت في المعسكر وكان مستر برنارد صاحي وسمعت صوت طلقات نار. وبيفهم المحقق بول ان السبب في كل ده هو مستر برنارد وهو اللي بيتحكم في الاطفال. وبيجي ديفيد بيطلب من سوزن تيجي معاه، ولما بيمنعه بول ديفيد بيخبط بول في الحيطه وبتروح معاه وبتحاول تمشي بعيد عنه بس بيوقفها، وكان هيوقع عليها سقف المكان ويقتلها، لكن ابو ديفيد بيضرب نار على ديفيد وهنا بيقتله، وبيكون جه عشان ينتقم منه عشان قتل مراته. وبيقتل كمان موظف الامن وبيسيبها وبيمشي، وبتتأذي كل الاطفال وبتنزف من مناخيرها. وبيروح بعدها كوريتوس ياخد ابنه جو من المستشفى عشان يهرب بيه بره المدينه، وعندها بيلاقي كل الاطفال محاصرين وبيخلوه يقتل جو، لكن بينقذوا المحقق بول وبيضربه بالرصاص وبيموت كوريتوس. وبتروح سوزن تطمن على كاسي ومش بتلاقيها، وبتتصل بيها بنت كاسي وبتقول سوزن لجدتها ان امها كاسي هتروح معاهم لوينثروب. وبعدها الاهالي بتتجمع وبتسال عن اطفالهم لان كل الاطفال مشيت من المدينه. وبيجي الرائد كريج وبيقول انه قائد في عمليه الجناح 300 اللي هو كان المعسكر اللي تبع مستر برنارد، وبيقول لهم ان اتفرض عليهم حظر التجوال كامل الليله دي في المدينه وكلهم يرجعوا لبيوتهم ما يخرجوش منها. وسوزن بتقول لبول ان الاطفال لو راحوا الكتيبه هيسيطروا عليها بالكامل وبعدها هيسيطروا على الجيش كله ولازم يوقفوهم. وبتقول له ان في باص هينقل الاطفال بكره الصبح لازم يتفجر. وبيطلب بول منها تروح تجيب كاسي وابنه ايثن لانه مجبر انه ينفذ اوامرهم وهو مش عاوز يكون معاهم. وبتروح سوزن تتكلم مع الاطفال وبتقول لهم ان هي عايزه تروح معاهم لكن مش بيوافقوا تنضم لهم. وفي نفس الوقت بتيجي ماري عشان تودع بنتها بس الجنود بيقتلوها، وبعدها بتوافق الاطفال على انها تنضم لهم وبتقول لها لو كذبت عليهم هيكون مصيرها زي ماري. بياخدوها هي وكاسي في القبو وبتدي ايثن ورقه ابوه، وبول بيعمل قنبله عشان يفجر الباص وبيتصل ايثن بابوه وبيقول له انه يستخبى في قبو البيت عشان هيكون في امان. وبيتصل بسام وبيقول له انه لازم يستخبى هو ومراته تحت الارض بسرعه وكل السكان هتنام بعدها. وسوزن بتقول لبنتها كاسي ان ده الانقطاع التاني للكهرباء وده هيخلي الناس تنام عشان تنسى كل اللي حصل. وبتقول كمان ان دي فرصتهم لو قتلوا الاطفال، يعني هيكون اصلا الاطفال مش موجودين ولا حد حتى هيفتكرهم ودي فرصتهم الوحيده. وفعلا بيتم نقل الاطفال بس قبلها بيعملوا اختبار على اهاليهم زي انهم لسه فاكرينهم ولا لا، وفعلا بيعملوا نفسهم انهم نسيوهم. واهل هانا سام وزويا بيعملوا نفسهم نسيوها، ولما بتمشي هانا بتيجي بنتهم الصغيره بتنده عليها بس هي بتعمل نفسها ما سمعتش حاجه. وبول بيدخل جوه عربيه الجيش وبيقتل جندي، وسام وزويا بيقرروا يمشوا من المدينه بسرعه لحسن تكون هانا خدت بالها، وده نفس المشهد اللي كان في الاول. وهم نازلين بتقابلهم هانا ولسه هتقتلهم بس بتلاقي اختها قدامها فبتعملش حاجه، وده كانت فاكره انهم اتخلصوا من اختها وبتسيبهم وبتمشي. وبنروح لسوزن وبتهرب بنتها كاسي مع ايثن، ولما بتخرج عشان تروح معاهم بيعرفوا الاطفال ان ايثن مش موجود معاهم فبيبعتوا الجنود وراهم وبيقع في فخ. وسوزن بتطلب منهم انهم يسيبوا كاسي وايثن يمشوا وهي هتكون رهينه معاهم، وفعلا الاطفال بيسيبوهم وبيفقدوا الذاكره. وبيكون بول متخفي على هيئه جندي من الجنود وبتركب سوزن معاهم الباص، وبعدها بول بيفجر الباص كله وبيخلص على الاطفال. وكده بيكون خلص ملخص مسلسلنا النهارده، وما تنسوش تعملوا
تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.